أهلا بيكم يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا في ال HTML. هو الفرق ما بين ال ID والكلاس، ودول مش مهمين بس في ال HTML، لا دول مهمين في ال CSS لما نيجي نبدأ نشرحها، وبرضه في جافا سكريبت. طيب أول حاجة ال ID، إيه هو ال ID دوت؟ أو ال ID والكلاس. ال ID والكلاس دوت هما زي ما كنا واخدين الاتريبيوت، وقلنا إن ال ID والكلاس ساعتهم دول global attribute. وهُم بالضبط نفس شكل الattribute، بيكون اسم الattribute وequal وdouble quotation، تمام؟ يعني يبقى class equal double quotation id equal double quotation، تمام؟ طب بس إيه الفرق بقى ما بينهم كمعنى؟ الid دوّة إحنا مش بنستخدمه كتير، هو يعني عنصر أو attribute unique، عنصر مميز بنستخدمه في الحاجة اللي إحنا عايزين نخصصها لتاجة معينة في الصفحة أو لحتة معينة في الصفحة. طب الclass لأ، عادي ممكن أستخدمه أكتر من مرّة وبنفس الاسم بأي حاجة، لكن الID باستخدمه مرّة واحدة للاسم الواحد. يعني ممكن يكون عندي أكتر من ID بس بأسماء مختلفة، لكن الاسم الواحد ما بنستخدموش غير بمرّة واحدة. نيجي نشرح مثال. لو أنا دلوقتي كتبت تاجة B، ماشي، والتاجة دي هي welcome. welcome to my website، وقبليها عملت sorry، عملت H1، والH1 الأول. أنا بادّي أي مثال، أو ممكن نخلّي مثلًا welcome to my website هي هنا، وهنا مثلًا نكتب this paragraph is highlighted. ماشي، فأنا دلوقتي عملت جملتين، الجملة الأولى اللي هي بالheading، والجملة التانية بB، بس أنا هاكرر الجملة دي أكتر من مرّة بغرض معيّن. وقُلنا دلوقتي إن الclass والID دُول attributes، والattributes قُلنا بتتكتب بالopen tag، فأنا هاروح هنا للG هاكتب class، ماشي، وهنا هاكتب class، هنا هاكتب class، هاكتب class، ماشي. أدي اسم الattribute وأدي الequal والdouble quotation. أنا الclass دوّة عايز أدّي له اسم مثلًا highlighted. أنا في أسامي الكلاسات وأسامي الأيديهات أسمّي أي اسم فيها، تمام؟ بحيث إن الاسم اللي أنا هاسميه هنا هاناديه في الCSS. أنا دلوقتي هادّي المثال ده بشرح CSS عشان تفهموا إيه الفرق ما بين الID والclass، لكن الCSS نفسه إحنا هنتعمق فيه واحدة واحدة لمّا نيجي نشرح الCSS. فلمّا أكتب حاجة CSS يعني ما تتخضوش، الكلام ده هنشرحه بالتفصيل قدّام. هي تاجة من نوع من أنواع الكتابة بتاعة الCSS، نوع اسمه internal. هم 3 أنواع، inline وinternal وexternal. أنا هادّي المثال ده بالطريقة الإيه، الinternal. ما تتخضوش من الكلام دوّة، الكلام ده هنيجي له بالتفصيل كمان شوية لمّا نشرح الCSS. الطريقة الinternal اللي إحنا بنكتب في الstyle في الhead. فأنا دلوقتي عايز أنادم على الclass ده، بانادم بقى على الclass ده إزاي؟ الclass بيتنادم عن طريق إن أنا باكتب dot واسم الclass اللي أنا كتبته تحت. أنا اسم الclass اللي أنا كتبته إيه highlighted، هيبقى dot highlighted، وافتح قوسين المجموعة. فأنا دلوقتي وأفككم من الauto complete ده، أنا عملت دلوقتي dot highlighted، فهو نادم دلوقتي على، هو مدّيني هنا error لإن هي لسه فاضية، بيقول لي اكتب حاجة. فأنا دلوقتي عايز مثلًا أخلّي اللون ده يكون لونه أحمر، فأنا هاقول له إيه، الdot highlighted دوّة، الdot دي عشان معناها اللي أنا بانادم على class، وhighlighted اللي هو اسم الclass، فأنا عايز أقول له الcolor بتاعي يكون لونه أحمر semicolon. الكلام ده هنيجي له بالتفصيل قدّام، بس زي ما قُلنا عشان نشرح
مثال ونفرّق ما بين الID والclass. فأنا دلوقتي بقيت الباراجراف الأول دوّة بإيه، لون highlighted لونه بلون أحمر. طب أنا لو عايز أدّي باقي الباراجرافات دي كلّها لون أحمر، هل أروح أعمل class هنا وclass هنا وclass هنا ب4 أسامي وأخلّيهم باللون الأحمر، والّا أنا عندي أهو class واحد أقدر أستخدمه أكتر من مرّة؟ عندي نفس الclass أستخدمه أكتر من مرّة، فأنا هاخد نفس الclass ده هنا، هنا، وهنا، هالاقي كلّهم بلون نفس اللون الأحمر. طيب أنا دلوقتي دي الطريقة بتاعة الclass، طب أنا عايز مثلًا أستخدم الID، الID باستخدمها لحاجات مميزة، يعني حاجات اللي هو إيه، ما بتتكررش كتير في الموقع، حاجات unique. فأنا دلوقتي مثلًا العنوان دوّة unique، فأنا مثلًا هادّي له ID equal double quotation، مثلًا هاسميه هنا header. فأنا دلوقتي عشان أنادم عليه في الCSS الID بيتندم إزاي؟ بيبقى بhash، علامة الهاش، واسم الID اللي أنا سميته تحت، أنا مسميه header، وأعمل الdouble وأعمل الdouble quotes دُولة، قوس المجموعة، الفتحة والقفلة، ومثلًا عايز أدّيه لون أزرق، فأنا هاسميه color نقطتين فوق بعض blue semicolon. ألاقي إن اللون بقي أزرق. طب أنا دلوقتي لو خدت نفس السطر ده كده copy وكتبته تاني تحت، هيشتغل معايا، بس هل ده صح؟ لأ مش صح. في برضه في بعض الversions هنا بيقول لك إن هنا هو مدّيني تعديل إن الID ده unique، فأنت المفروض ما تستخدموش أكتر من مرّة. بس هو هيتعامل معاك، بس فيما بعد نتعمق في الCSS هنفهم والHTML والمشاريع الكبيرة، هنفهم إن الكلام ده غلط، والأحسن المفروض لو أنا عندي حاجة عايز أكررها أكتر من مرّة هاستخدم class، لكن لو عندي حاجة أستخدمها مرّة واحدة بس special نستخدم الID. طب هل الtag أو الattribute بتاع الID ده أستخدمه مرّة واحدة في المشروع كلّه؟ لأ، أنا ممكن أستخدمه أكتر من مرّة عادي، بس أنا قصدي إن الاسم نفسه بتاع الID بيستخدم مرّة واحدة بس، يعني أنا ممكن أعمل حاجة تاني كده، بس هنا مثلًا تبقى header 2 اسمه مختلف، فتبقي عندي هنا ID مختلف وهنا بيبقى عندي ID مختلف. ده الغرض ما بين الID والclass. كمان أنت ممكن أساسًا في الطبيعي لو أنت مثلًا ابتديت في الCSS، أنا هاخد نفس هُم دُولة بس بدون ما أعمل الكلاسات بتاعته، يعني أنا هامسح الclass كلّه بتاعه عشان أوضّح لكم إيه فايدة إن إحنا بنستخدم الclass وما بنستخدمش التاجات في أغلب الوقت يعني. أنا دلوقتي ممكن أقدّم في الCSS باسم الtag، فأنا هنا اسم الtag ديّة B، على سبيل المثال عندي تاجة في الHTML مسميها B، وأعمل double أقواس، ومثلًا هاسميهم كلّهم أدّيهم color لونه مثلًا blue. لاحظتوا إيه؟ أنا دلوقتي لو أنا مسحت دول كلّهم، لو أنا مسحت دول كلّهم هالاقي إن كل الtext من أول هنا لغاية هنا بقي كلّه blue، يستحسن نخلّيه green عشان ما يتلخبطش بينه وما بين الtext الheading، كلّه بقي لونه أخضر تمام. بس أنا دلوقتي عايز أخصّص ال4 دُولة يكونوا بلون وال4 دُول يكونوا بلون، فأنا هادّي أول 4 class والتاني 4 class ليه؟ لإن هنا كلّه شايف إن التاجات دي كلّها B، إيه الفرق ما بين الB دي والB ديّة؟ أهو نفس بعض، فأنا لمّا ندمت على الB ندم على كل البيهات. لكن لو أنا عايز أخصّص حاجة أو يعني أعمل لون لكذا واحدة فيهم، فأنا هاروح أدّي لدي class radius green، هاخد نفس الشكل ده كده واستخدمه هنا، بس هاغيّر اسم الclass. مثلًا هنا highlighted أدي 1، 2، 3، 4، وهنا مثلًا هاخلّيه 2، 2، 2. فأنا هنا
فوق أروح أمسح الB خلاص ديّة، لإن الB هنا كلّه green، فأنا هاروح أمسح الB. أنا خلاص خصّصت إن الجزء الأول أول 4 الclass بتاعهم highlighted، الجزء التاني بتاع تاني 4 highlighted too، فهو راح إيه الhighlighted راح عملهم باللون الأحمر. طب الhighlighted too آخُد ده نفس الاسم كده، وقُلنا dot واسم الclass اللي هو highlighted too. كده أنا باعمل شكل الclass وباعمل أقواس المجموعة وهاسميهم color مثلًا blue. لو خدت بالي أول 4 اللي هُم highlighted بقي لونهم أحمر، تاني مجموعة بقي لونهم أزرق. طب أنا لو رُحت بعد كده ندمت على الB وخلّيت لونهم كلّهم مثلًا green yellow، مين اللي هيتنفّذ؟ اللي هيتنفّذ الحاجة الcustom. يعني أنا دلوقتي منادم على الB، فأنا ندمت على كل البيهات، والبيهات كلّها مدّيها green yellow، بس راح عند كل B اللي أنا مخصّص لكل سطر فيهم class معيّن، فهو هيروح الأولوية ليه الأعلى هتروح للclass. طب لو كان في ID هيروح بعد كده للID، لأن الID ليه أعلى أولوية، إن هو يتنفّذ الأول. يبقى إحنا كده عرفنا الفرق ما بين أنا وبني آدم اللي على التاجة عادية، ولو عرفت ما بين التاجات وأعرف أفرّقهم عن بعض مثلًا بأسامي كلاسات مختلفة، وأدّيهم اسم نفس الclass اللي أنا عايز أدّيهم نفس الdesign، وعرفنا الفرق ما بين الclass والID، إن مثلًا الID دوّة بيكون له عنصر unique عنصر مميز، أنا محتاج أدّي له حاجة مميزة ما تتكررش تاني بنفس الاسم، زي كلمة header أنا دي ما كررتهاش تاني. لو اديت ID مثلًا الclass دوّة فأنا هادّي له اسم غير الheader. بس وده كان كده الفرق النهارده ما بين الID والclass، وأتمنى بس تكون الفكرة بتاعة الID والclass وصلت لكم بعيدًا عن شغل الCSS، لأن شغل الCSS ده هنتعمق فيه في الفيديوهات الجاية إن شاء الله، أول ما نبدأ في شرح الCSS. وما تنسوش تعملوا subscribe ولايك، وأشوفكم في فيديو جديد.